سلام حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم وصفه رائعه ديال الكنافه، كتجي مقرمشه وكتجي رائعه، وجربوها البنات وردوا عليا الخبر وبقاو في لا فيديو حتى الاخر. البنات راه الشكل ديالها كيجي رائع ومقرمش وغزاله البنات. المهم كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتخلوا لي كومونتير زوين كما العاده. كنشكر متابعيني من الجزائر وكل الدول العربيه. كنتمنى انهم يدعموني بلي لايك، باكبر عدد ديال لي لايك، وتوصلوني اكبر عدد ديال الاشتراكات. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوها البنات، راه ساهله. شوفوا البنات كيفاش كتجي غزاله ومقرمشه. ايوا كنشكركم ما كنوصفش لكم شحال خاص، زعما ما قدرتش نوصف لكم شحال غادا كنشكركم. المهم شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، هاد العش البلبل رائعه البنات، وكتجي غزاله وكتعجب حتى الوليدات الصغار. وبقاو معايا في لا فيديو حتى الاخر. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في فيديو جديد على القناه ونهار جديد. المهم جبت لكم واحد الوصفه اللي رائعه البنات، وهي الكنافه. هذاك كيسموها البنات العش البلبل. البنات كتكون فيها المكسرات وما فيهاش مقادير بزاف، وكتجي رائعه البنات وغزاله. المهم كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم الفيديوهات ديالي. كنشكر الناس الجزائر، هما اكثر متبعين ديالي. يمكن نتمنى منهم يدعموني، وكنشكركم بزاف بزاف بزاف. ما نقدرش نوصف لكم الفرحه ديالي على لي كومونتير اللي كتخليو لي الزوينين. المهم كنتمنى انه هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتتابعوني حتى الاخر. المهم هذا الفيديو راه زوينه البنات، هذه الوصفه رائعه وسهله وما فيهاش مقادير اللي هي بزاف. اول حاجه كنحتاجوها هي الكنافه البنات. المهم خصنا ضروري البنات نكونوا مغطينها قبل. بهذه الطريقه هي راه كتكون البنات مجموعه. المهم انا راه حليت شي حاجه ضروري البنات، هنايا غنبقاو نحلوها بهذه الطريقه غير بشويه بحال هكا البنات، وحنا كنحلو فيها مزيان. المهم هنايا انا راه حليت شي وحدين وشي وحدين اللي باقيين ليا. ضروري البنات انا بلاتي نحيد لكم هذا الشيء باش تشوفوا كيفاش غادي نحلها. كنتمنى انها تكون واضحه لكم. هنايا كتكون عندنا بحال الطريقه، كنبقاو نحلو البنات حيت كتكون شويه معقده. كنبقاو نحلو فيها بهذه الطريقه دغيا ساهله البنات، كتمشي معنا. انا خليت تعمدت انني نخلي شي حاجه باش نوريكم الطريقه، باش ملي تبغيو ديروها البنات المهم نكونوا مخرجينها، حيت انا كنت محتفظه بها في المجمد. ملي نبغيو نخدموا بها البنات كنخرجوها بشي ساعتين قبل باش ترخف لينا. المهم انا رجعتني ساهله هنايا. هانتوما البنات كنحلوها بهذه الطريقه. فساهله. هانتوما كنحلو بهذه الطريقه، ما كنخليو حتى شي بلاصه ما محلولاش حيت ضروري خاصنا نحلوها. المهم انا غنبقى نستمر نحلها كامله ونوريكم لا فيديو. المهم نوريكم المقادير اللي غنحتاجو. هنا عندنا البنات 500 غرام ديال الكنافه، راه معروفه الكنافه السوريه. وغادي نحتاجو ديما البنات تغطيوها من قبل ما نبغيو نخدمو بها. هنايا عندنا ثاني اللوز البنات والكركاع، وكنديرو حتى البيستاج الا كان عندنا والاكاجو. المهم انا كان متوفر عندي غير اللوز والكركاع هما اللي خدمت بهم. هنا هذه هي الكميه اللي عندي. هنا البنات الطريقه اللي غندير انايا مغايره على البنات اللي كيديروها. هنا غنشدو هاد اللوز والكركاع، غادا نضيفو عليهم المزهر، وغادي نرقدوهم واحد ساعتين او 3 سوايع على حسب لا بغينا نخدمو بهم. نقدروا نرقدوهم بليله قبل في المزهر، ومن بعد نصفيهم البنات ونضيفوا عليهم معلقه ديال السنيده. وهاد المعلقه ديال السنيده هي اللي كدير لهم هذيك التقرميشه. المهم نتمنى انكم تجربوها وتردوا لي الخبر. المهم هذه هي الطريقه، والطريقه سهله، هذه هي اسهل طريقه. المهم وهنايا عندنا واحد، المهم كنحتاجو هنا الزبده نوعيه ممتازه البنات. هنا شوفوا راه كراميلي، لانني انايا ذوبتها البنات وخليتها تغلي مزيان حتى حيد منها داك اللبن اللي كيكون او الرغه ديالها.
المهم ملي كنخدموا ب 500 غرام ديال الكنافه كنخدموا هنا ب 250 غرام ديال الزبده، راه كافيه لينا في هاد المقادير. المهم هادو هما المقادير، يعني ما فيهمش مقادير بزاف، هادو هما اللي كاينين وكتجي مقرمشه ورائعه. المهم تبعوا المراحل كيفاش غندير ليها. المهم انا غنبقاو معايا في لا فيديو حتى الاخير. هنايا غادي نفك هاد اللي بقاو مازال ما فكيتهمش، وغنوريكم الطريقه اللي ساهله وناجحه 100%. وكنتمنى انكم تدعموني وتخليوا لي لايك باش نقدر ندير لكم فيديوهات جداد في القناه. وكتسمحوا لي البنات على الغبور ديالي انني كنغبر عليكم على الفيديوهات. مهم كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. هنا دابا هنايا غادا نفك هادي وغنوريكم الطريقه، بقاو معايا في لا فيديو. من بعد هنا البنات من بعد ما فكيت هاد اللي عندنا كناخذ واحد الجزء بحال هكا غير بشويه والناس كنفكو. المهم ما كانت بقى شي حاجه ما تفكاتش. المهم هنا غنديرهم الناس كبارين انا حيت ما عنديش هذاك ليمون ديال السيليكون، نقدروا نخدموهم صغار. المهم انا غادي نخدم معكم شي حبات صغار بطريقتي باش نوريكم الطريقه، وغنخدم هاد الحبات الكبار. المهم تبعوا غير المراحل، راه ساهله وكتجي مقرمشه ولذيذه. راه اين فوا البنات كتفكوها راه كتفك ما كتاخذش ليكم. ضروري البنات ما نبقاو نغطيوها. دابا غنخدموا اول وحده، ما نخافوش من هاد الشيء البنات. ها نتوما بهاد الطريقه المهم كنخدموا بهادي كنديروها في الزبده صافي وكندهنوا بهاد الطريقه. ضروري البنات الزبده ما تكون كراميلي، يعني كنحطوها في البوطه ونخليوها حتى تغلى مزيان ويتحيد منها هذاك الرغل اللي كيكون فيها اولا اللبن اولا. المهم كلها مدينه وباش كتسميها. المهم ما نخافوش منها، نبقاو نسقيوها بهاد الزبده حيت هاد الزبده هي اللي كتخليها تجي مقرمشه وتجي محمره. المهم بحال دابا انا هنايا درت هذا ونقلبوها ونديرو ثاني من هنايا من الجزء السفلي. كنتمنى منكم البنات تتبعوا المراحل مزيان. المهم ضروري البنات ما نسقيوها مزيان بالزبده حيت هي اللي كتعطيها هذيك التقرميشه. تبعوا المراحل حتى للاخر. هنا غنجيو البنات بحال هكا بصبعنا ديما البنات الكبير كنضغطوا بهاد الطريقه بصبعنا الكبير وكنبقاو غاديين وحنا نحاول انا نميلوها. باش كتجي بحال العش ديال العصفور، علاش كيسميوها البنات. وكنضغطو مزيان هنايا. هانتوما راه كتجي بحال شي عشيش. حنا كنخليو هاد البلاصه باش كنضغطو مزيان بحال هكا حيت راه هي كيما ونجيب واحد اللاطه اللي غندير فيها ما ندهنها ما والو، لان اصلا البنات راه حنا دايرين فيه الزبده ما نخافوا منها لا تلصق لينا لا والو. وهنا كنبقاو نضغطوا بهاد الطريقه باش نخليو فين غنديروا الحشوه وكنحاولوا اننا نطلعوا هاد الجنيبات. المهم هذا هو الشكل ديالها راه واضح لكم في لا فيديو. انا ندير وحده اخرى معاكم
ونوريكم الطريقه راه ساهله وناجحه 100%. غير تبعوا المراحل البنات حتى للاخير. المهم هنايا قلت لكم كافي ليا. وناخذ ثاني واحد الجزء بهذه الطريقه. ثاني البنات غندهنو بالزبده. كنتمنى انها تكون واضحه لكم في لا فيديو. نحاول انني نجيب هادشي حداكم باش يبان. هانتوما البنات راه ساهله، ما تخافوش من هادشي اللي كنحاولوا اننا نجمعوه بحال هكا. حيت مع الزبده البنات غادا ندير معكم واحد الشكل واحد اخر من غير هاد عش البلبل. حتى هي كتجي بالقشطه البنات وكتجي واعره، كنافه بالقشطه. المهم الى الفيديو الماجي ان شاء الله. كنتمنى انكم تدعموني في هذا الفيديو. هنا غنبقاو ندهنو بحال هكا بهذه الطريقه. ضروري البنات ندهنو مزيان حيت هاد الزبده هي اللي كتساعدها باش تقرمش لينا. نفس الطريقه غنتبعوها ثاني. هنا غنقلب باش ندهنها حتى من الجزء السفلي. هنا البنات بحال هكا بهاد الطريقه كنضغطوا بالصبع اللي قلت لكم الكبير، وكنبقاو غاديين بهاد الطريقه حنا كنلويو. كنحاولوا نضغطوا من الوسط وكنطلعوا هاد الجنيبات باش يجي بحال العشيش البنات ديال العصفور. كيجي الشكل ديالهم زوين، وحتى في المذاق راه كيجيو رائعين بزاف. جربوهم وردوا عليا الخبر في الكومونتير كيفاش جاوكم. انا جبت لكم الطريقه السهله وما فيهاش مقادير بزاف. انا البنات من بعد ما كملت العشيشات اللي عندي كاملين، شتو راه درت شي وحدين صغيورين وشي وحدين متوسطين. المهم راه كيجيو في جميع الاحجام اللي بغينا. المهم انا هنايا غادا نضيف هذاك اللوز اللي رقدت في المزهر وقلت لكم ضفت عليه هنايا معلقه ديال السنيده، معلقه كبيره ديال السنيده البنات. صافي وغنبقى نضيف الحشوه. هذه هي الحشوه راه كتجي لذيذه. صافي وغندخلهم للفران البنات. الفران يكون ديجا سخون ونشعل عليهم من الفوق والتحت بالنسبه للفران ديال الضوء. بالنسبه للفران العادي غنشعلوا عليهم لتحت حتى يبانوا لينا تشدات بدات كتحمر، ونشعلوا عليها من الفوق. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وبقاو معايا في لا فيديو حتى الاخر. وغتجي مقرمشه. شفتوا البنات هذه ثاني وحده اللي درتها معكم. المهم حتى نكمل هذاك الشيء اللي عندي كامل ونرجع معكم في لا فيديو نوريكم كيفاش غندير الحشوه. قلت لكم راه رقدت هذا اللوز في المزهر وهذا الكركاع. هادو هما اللي متوفرين عندي وصفيتهم ودرت لهم معلقه ديال السنيده.
هنا البنات من بعد ما خرجتهم من الفران، ها نتوما البنات كيفاش كيجيو مقرمشين ومحمرين وكيجيو غزالين البنات. كنتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم وتردوا ليا في لا كومونتير كيفاش جاوكم. هنايا كنسموهم البنات بشويه ديال العسل. المهم هاد العسل عندي البنات راه نوعيه ممتازه، تقدروا ديروا اي عسل متوفر عندكم. المهم هنا انا راه قاصح شويه، راه من بعد راه مشيت سخنته باش يجرى ليا صافي وسقيت به من الفوق. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتوصلوا لاكبر عدد ديال لي لايك. كنتمنى تدعموني البنات بزاف، وانا غادي نشارك معكم فيديو الماجي بالكنافه ديال القشده ان شاء الله. حتى هي طريقه سهله وناجحه بالمئة. وخلوا لي التعاليق زوينه. كنتمنى انكم تدعموني، وشكرا وبالصحه والراحه. وبقاو في لا فيديو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو من بعد ما صافي البنات. هذا هو الشكل البنات من بعد ما النهائي ديال دخلتهم الوصفه للفران ديال اليوم. كنتمنى انها تنال يكون الاعجاب سخون، ديالكم دغيا وتدعمونا بلي كيتحمروا لايك. البنات نحطيهم معاهم ما كيجيو نخليوهمش. محمرين ومقرمشين. اقسم بالله يا البنات الا واعرين غزالين ومحمرين مع شي كويس ديال اتاي في الكوتي، ولا جاو عندنا الضياف. مهم راه غزاله، جربوها وردوا عليا الخبار. والى الفيديو الماجي ان شاء الله.